في البداية وبعد مراسم الاستقبال بمدخل المدرسة العليا الحربية، وقف السيد الفريق أول رفقة اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء حميد فكان مدير المدرسة وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل علي كافي الذي يحمل مقر قيادة المدرسة اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور عند النصب المخلد للرئيس الراحل وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة. بعدها التقى السيد الفريق أول بالإطارات والضباط الدارسين، أين ألقى كلمة توجيهية أكد من خلالها أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تعول كثيرا على القدرات البشرية التي تحوزها المدرسة العليا الحربية، لا سيما في مجال تطوير القدرات العملياتية لقواتنا المسلحة. إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تعول كثيرا على القدرات البشرية النوعية التي تحوزها المدرسة العليا الحربية، ليس فقط من أجل تقديم الإضافات المرجوة في مجال التطوير المتواصل للقدرات العملياتية لقواتنا المسلحة، بل كذلك في مجال استشراف تطور فنون وأنماط الحرب واستخلاص الدروس والعبر من النزاعات الدائرة في مجالنا الحيوي. وهو ما يفرض علينا اليوم كعسكريين بأن نواصل مشوار اكتساب المعارف العلمية والفنون العسكرية والتحكم في نصية التكنولوجيا الحديثة بما يكفل تعميق مفهوم الاحترافية لدى الجيش الوطني الشعبي، وأن نعمل بإيمان شديد وإصرار كبير على تمتين ركائزه وتعزيز قدراته بشكل يسمح له بكسب رهانات الردع والحسم. السيد الفريق أول شدد على أهمية تحلي العسكري بفضيلة الإيمان بالقضية والإصرار على تحقيق النصر كونها إحدى الضمانات الأساسية لجودة الأداء الميداني. فالإيمان بالقضية والتشبع بقيام نكران الذات والاستعداد للتضحية من أجل الوطن يبقى دوما بالتأكيد الضمان الأكيد لتحقيق النصر في ميدان المعركة، حيث أكدت العديد من الحروب الحديثة تفوق إرادة الرجال على العدو رغم إمكانياته المادية الهائلة. وثورة نوفمبر الخالدة أفضل وأجل مثال على ذلك. وفي هذا الصدد بالذات تستعد بلادنا هذه السنة للاحتفال بالذكرى 70 لاندلاع ثورتنا التحريرية المظفرة، التي يبقى إحياؤها يشكل دوما همزة وصل بين أجيال الثورة وأجيال الاستقلال، ويمثل مثالا جديرا باقتداء وجديرا بالإجلال والإكبار. بعد ذلك ألقى مدير المدرسة العليا الحربية اللواء حميد فكان كلمة نوه فيها بالجهود المبذولة لتطوير المدرسة والرقي بها. ونحن نحتفي بهذا التتويج والنجاح لمتخرجي هذه الدورة من مؤسستنا التكوينية. جدير بنا أن ننوه بأفضال وجهود أولئك الذين ساهموا في بلوغ هذا الإنجاز الكبير، مستوى مرموق من النضج، إذ لم يدخروا أي نفيس في سبيل إقامة تطوير مدرستنا وبمواصفات قطب الامتياز، متوخين بذلك شموخها في فضاء العلم العسكري كمنارة تشيع بأرقى العلوم العسكرية وفنون الحرب وما يصبو في مجراها من مختلف العلوم الإنسانية العسكرية، ومن معارف وخبرات سيفضى تلقيها إلى نشوء فكر عصري مبدع لدى الأجيال المتعاقبة من النخب المميزة لقادات قوتنا المسلحة. الإرهاب والجريمة المنظمة والتنمي
إثر ذلك تابع السيد الفريق أول فيلما وثائقيا حول حصيلة نشاطات السنة الدراسية 2024-2023، وذلك قبل أن يشرف على مراسم إعلان النتائج وتسليم الشهادات وتسمية الدفعة التي حملت هذا العام اسم الشهيد البطل قرعوش الصديق. ومشاهدينا الاخيار، نطلب من سيادتكم الموافقه على تسميه دفعتنا باسم الشهيد البطل قرعوش الصديق رحمه الله. موافق. ليستمع إثر ذلك لكلمة ألقاها ممثل الضباط الدارسين المتخرجين بالمناسبة. عقب ذلك تنقل السيد الفريق أول إلى قسم التعليم، أين تابع جانبا من عروض مذكرات التخرج قدمها ضباط دارسون من مختلف القوات. في ختام حفل التخرج قام السيد الفريق أول بتكريم عائلة الشهيد الذي حملت الدفعة المتخرجة اسمه ويوقع على السجل الذهبي للمدرسة. التوفيق.